عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعي كرة القدم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع الدمرداش. حلقتنا اليوم بعنوان لخبطيطة كرة القدم، الأندية وأسلوب الأندية واللي بيحصل في الكورة دلوقتي. محدش طبعا بيتكلم فيه، أنا بتكلم فيه النهاردة. لما نيجي نتكلم على الأندية اللي موجودة حاليا، معظم الأندية شغالة حاجة اسمها قطاع الاستثماري. القطاع الاستثماري مش مدي فرصة للمواهب انها تظهر. القطاع الاستثماري بيعتمد على الفلوس وبس. الموهبة مش عايز موهبة، انا مش فارق معايا الموهبة. ناس هتقول لك لا، ده انا عندي 10 لعيبة من قوام الفرقة اللي موجودة، وال15 لعيب استثمار، او ال15 لعيب موهبة، وال10 لعيبة دول بيصرفوا على الفرقة. انا عايز اعرف حاجة بس، سؤال بس يعني مع احترامي، انت دلوقتي ده كل ده كلام جميل جدا، تمام؟ انت عايز تصرف. انا لو ما عنديش القدرة ان انا اصرف، اوكي، المبالغ في ناس بتدفع 6 وفي ناس بتدفع 7 وفي ناس بتدفع في أندية دوري ممتاز 40,000 جنيه عشان ابنه يتسجل. طب وابن الناس الغلابة، تخيل ان الموهوب، معظم اللعيبة اللي موهوبة ولاد الناس الغلابة. ابن الريف من اميز الناس في كرة القدم. تخيل، لانه بيصبر، بيتحمل، بيشتغل في الغيط او في الارض، تحت الشمس وفي عز الظهر والكلام ده كله. عنده جلد وعنده صبر، طلع منه لعيب كويس قوي. تحمل تمرينك وتشتغل معاه وتطور منه، هتلاقيه لعيب راجل، لعيب كويس قوي. المشكلة عندنا هنا في مصر بقت خلطة بيضة والصلصة. سوري انا اسف جدا في الكلام، انتوا عارفين ان انا صريح طبعا، بس اللي بشوفه انا بصعق. أندية كل يوم والتاني تقول لك الاستثمار، تعالى نفسك تبقى لعيب كويس، عندك بقيت لعيب موهوب، الكلام ده كله نشتغل في القطاع الاستثماري. تدفع أقل حاجة النهاردة عشان بتدفع 5، تمام؟ أقل شيء اللعيب عشان بيدفع النهاردة بيدفع 5,000 جنيه. طيب وغير طبعا في مباريات برضو على حسابه، ففي ناس قادرة ومعاها فلوس تقدر تدفع لابنها وتلعبه كورة. مش كل حاجة بقت خاصة بقى بالنسبة للبلد والكلام ده كله، لا، في ناس غلابة، في ناس تعبانة، في ناس ما معاش بس ده موهوب. ما سندوش، ما اقفش جنب منه، ما مدوليش ايدي. ما هو ده النواة الأساسية لمنتخب مصر، سواء الناشئين او الاولمبي او الفريق الاول. يا جماعة ما ينفعش. انا قادر اصرف. وبعدين يعني ما اجي اقول بالنسبة لدور اتحاد الكورة، خلي انا في مشروع كده في دماغي، يا ريت يعني انديه الدرجه الرابعه وانديه القسم الثالث يعني يعفى من مصاريف الحكام، ويعفى من مصاريف الاسعافات. طبعا مشكورا انتوا عملتوا كده الموسم الماضي، عفتهم مصاريف الاسعاف. يا ريت من مصاريف الحكام كمان اتحملوا مصاريف الحكام انتوا، وتحكموا مصاريف الاسعاف، تمام؟ ومش عايز اقول والملاعب كمان، يا ريت يعني تساهموا، يعني تساعدوا في توسيع قاعده. الاتحاد يساهم ويساعد في توسيع قاعده. شايفين النهارده المغرب بتعمل ايه؟ بتخطط تخطيط محترم لانديتها ولمنتخباتها. النهارده المنتخب المغربي حاجه محترمه. الانديه المغربيه النهارده برضو حاجه محترمه. طبعا الانديه السعوديه النهارده برضو بدات تسير على نفس النهج، باستقطاب نجوم من انديه العالم والكلام ده كله. طبعا ملايين طبعا وفلكيه، لانه جايبين نجوم على مستوى عالمي. مش هنتكلم في الموضوع ده، اللي له حلقه خاصه بينا هنتكلم فيها وهنتكلم فيها باستفاضه. كل اللي انا عايز اسلط الضوء، اللعيب الغلبان، ابن الراجل اللي على قد حاله، اللي عايش يوم بيومه، مميز ونفسه يلعب كوره، نفسه يلاقي فرصه حقيقيه يلعب كوره، مش لاقي. والله انا لاقي للاسف. بيبقى عندي لعيبه موجوده عندي في اللي انا شخصيا في الاكاديميه، وكل ما اروح انديه الاقي الموضوع موضوع فلوس. 90% من انديه مصر النهارده فلوس، بتدور على الفلوس وبس. ادفع فلوس ودخل ولد. عندي لعيب مميز شوفه. وبعدين مع احترامي،
يقول لك موضوع الاختبارات، انا اتكلمت فيه قبل كده في حلقات سابقه كتيره جدا. اختبار، اعمل اختبارات. احنا عندنا اختبار لنادي فلان، لا داعي الاسماء، مش هذكر اسماء انديه، بس اعمل اختبار وتلاقيه مودي وش الناحيه التانيه. وتلاقي المدربين او اللجنه بتاعه الاختيار اللعيبه، سواء مدربين وشكال المدربين، بيقعدوا ياكلوا ويشربوا، يحكوا مع بعض، لابسين النضارات الشمس عشان الشمس عاليه، بيقضوا وقت عشان في نهايه الاختبارات في نسبه بتخش عشان تصرف على القطاع من الاختبارات. انا مش ضد الكلام ده، بس اختار، شوف احتياجاتك ايه. تمام، احتياجاتك ايه لكل فرقه. مش محتاج حد، ما تفتحش الاختبارات على الاعمار السنيه اللي انت فول عندك مكتمله، انما ما يكونش عندك عفوا يعني الفرقه عندك القوام بتاعها كامل، واجي انا افتح باب الاختبار عليها. طب ليه؟ يقول لك عشان اشوف حد اعلى من اللي عندي. واخد بالك؟ لا، ما اعلى من اللي عندي واشوفه معاك في قلب الفرقه لما تبدا بشغلك فتره الاعداد. عنده عدى لعيب كويس يجي يجيبه شوفه. انما اعمل اختبار اخد فلوس من ناس وانا مش هاخد حد، لو خدت اخد واحد، يا جماعه لا لا، خلي عندنا شويه ضمير برضه في الاختيارات بالنسبه للاختبارات. ما ينفعش ناس تعبانه وعايزين كلنا يعني نبقى على الطريق الصحيح. عايزين نحس ان الاتحاد اب الانديه كلها، كويس، اب بيساعد الانديه في تنميه مواردها. بايه؟ ارفع كاهل مصاريف، بعض المصاريف، عشان اقدر اوقف النادي على رجله، اقدر احسس النادي ان انا معاك، انا مادي ايد العون معاك، انا معلش يعني عفوا مش سايبك لوحدك، انا برضو بحملك استمارات قيد، بحملك مصاريف قيد كمنطقة او فرع، بحملك حكام، بحملك ملعب، بحملك طبعا مضطر تنقل اللعيبه طبعا في اتوبيس، مضطر طبعا يدي وجبات للعيبه في المباريات على الاقل عشان يقدر يلعب ال 90 دقيقه. كل ده والنادي بياخد نفسه بالعافيه، مبقاش قادر. انا عايز اقدر الانديه الصغيره بالذات، انديه شركات، حمل زي ما انت عايز، هم عندهم مواردهم، حمل زي ما انت عايز انديه الشركات. انما الانديه الجماهيريه يعني كان الله في عونهم، هون عليهم شويه، يعني حسسه ان انت موجود معاه، موجود جنبه، بتقدر تسنده عبال ما يقف على رجليه. زي ابني كده، ابنك النهارده محتاج حاجه معينه، هو في الدراسه بتقدر تسند فيه، بعد ما يخلص كمان دراسه برضه محتاج تسنده شويه عشان يقف على رجله ويشوف له شغله ويظبط اموره، وبعد ما يظبط اموره يحط رجليه كويس قوي في شقه تمليك او ويقدر ان هو يعتمد على نفسه. مجرد لقى شغله، مجرد ما عنده شقه تمليك، مجرد ان هو بدا يحط رجليه في وظيفه كويسه، يقدر ان هو ايه، يتعايش بقى، يتجوز، يرتبط، يشوف حياته والكلام ده. برضو انا عايز الاتحاد الكوره يعمل نفس النمط، يبقى عينه على معلش يعني على الفرق الجماهيريه البسيطه اللي مواردها قليله، ابدا اتعامل معاها بيها. يا جماعه حرام، بجد حرام، كلنا بنتفرج على بعض، كلنا الاتحاد بيتفرج والانديه اللي يقدر يعمل حاجه براحته ومفيش رقابه. حتى المدربين اللي بتشتغل عفوا مع احترامي في الانديه كلها بيتم اختياراتها بالحب. ما بص المدرب ده انت كاتحاد كوره، ما انت بتدي رخص ليه؟ هقول مدرب كذا يشتغل معاه رخصه ومعاه عضو نقابي، الراجل ده معاه كورساته، يا جماعه الراجل ده يشتغل كذا تمام في النادي، يبقى الراجل ده له صلاحياته ومرتبه يبقى من رينج كذا لكذا حسب برضو النادي. بس يبقى في حد ادنى زي ما انت عامل كده في المنطقه، اللي يشتغل في النادي له حد ادنى 5% 800 جنيه. طب ما انت اعمل حد ادنى، اقل واحد ياخد راتب معلش عفوا يعني كمدرب 1500 2000 جنيه، اقل حد في قطاع البراعم. بعد كده قطاع الناشئين يبقى اقل حد ادنى 3000 جنيه مثلا كده. معلش مع احترامي ما يبقاش النادي بيدبح في المدرب، والمدرب معلش هيجيبها منين بقى، ولا منين، ولا هيركز في شغله، ولا يعمل ايه، ولا عايز يشتغل في اكاديميه واثنين وثلاثه جنب النادي عشان يقدر يبقى ذهنه صافي، يقدر يكفي بيته، يقدر يا جماعه احموا المدرب تمام، اعملوا صلاحيات، احموا النادي الصغير او مركز الشباب الصغير
ضلل عليه، احتويه عشان يبقى عندك قاعده. في نفس الوقت اعمل عندك سبوت على جميع الانديه عندك في مصر، مع احترامي فرع الشرقيه، احصر الانديه اللي عندك كلها والاكاديميات اللي عندك، تمام. اعمل لجنه تبص وتتفرج في المباريات وتتصور المباريات عشان اشوف احسن عناصر في كل الانديه. ساعد الانديه في تسويق اللعيبه عن طريق توفير وكيل كويس من الوكلاء. ان ده الوكيل ده يشيل قطاع الشرقيه، الوكيل ده يشيل قطاع اسكندريه، تمام. الوكيل ده يشيل قطاع الصعيد، الوكيل ده او 2 وكلاء يشيلوا قطاع الصعيد. ساعد، في حلول والله، في افكار كويسه اهي ناخد بيها، ليه لا؟ مش لازم اللعيب اللي بيعرف يوصل للوكيل هو اللي يمضي معاه، انت ساعده، ساعد النادي وخد نسبه، انت كاتحاد كوره خد نسبه من الكلام ده، ان انت بتساعد، بتاخد بايد النادي وبتاخد بايد، وتعرف الوكيل ان في هنا منجم ذهب، في لعيبه كويسه، في النادي ده لعيبه كويسه خدها، في المحافظه دي لعيبه هايله ولاده، تمام. اعمل اجتماعات دوريه مع رؤساء الانديه شهريه، ايه المعوقات اللي عندك؟ مش عيب، تمام، مش عيب والله. عايز تاخدها اسبوعيه، انديه مناطق رؤساء الانديه، شوف المشاكل والمعوقات اللي بتقابل الانديه رؤساء الانديه وحاول تعالجها. ما يبقاش كل واحد في وادي، رئيس مجلس اداره النادي في وادي، رئيس اتحاد الكوره في وادي، المدرب يا عيني في وادي، اولياء الامور في وادي، اللعيب يا عيني مظلوم ومهضوم حقه في وادي. المنظومه محتاجه اعاده هيكله وبناء يا جماعه، ده عايزه حلقه كامله وحلقات، مش حلقه مش هتكفي، حلقات. عشان ما اطولش عليكم، حاولت ان انا يعني الم الموضوع بالنسبه للانديه. فكره كويسه لازم نعملها عشان نقدر ان احنا يبقى عندنا قاعده محترمه، وفكره كويسه نقدر نعملها للعيبه الغلابه اللي ما عندهمش القدره الماديه ان هم يدفعوا ويخش حلقه الاستثمار. ارحموا الناس شويه عشان الناس معذوره. ارجو تتابعوني وتتفاعلوا معايا في القناه عندي، على اساس ان لو حد عنده مشكله ولا حد عنده فكر معين عايز يوصله لي يتابعني في القناه يا جماعه ويوصله، يبقى في تفاعل بيننا وبين بعض، ما نبقاش بعيد عن بعض. انا بقول الكلام ده عشان انا حاسس بيكم، فيا ريت يكون في تفاعل الفتره اللي جايه، وفي افكار جديده اقدر قول اقتراحاتك، وانا بفضل الله نحاول نتناقش فيها، وفي عندك قضيه معينه نقدر نتكلم فيها ونوريها للناس، وربنا يقدم فيه خير ان شاء الله. وشكرا ليكم على حسن استماعكم، ونشوفكم في حلقات قادمه مع وائل الدمرداش. السلام عليكم ورحمه الله.